انا عندي مشكله مع التفكير الغوغائي اللي انت بتفكري بيه ده، يعني اللي هو انا عايزه واحد اوبن مايندد بس مش قوي، اللي هو المعترف بحقوق المرأة قبل حقوق الرجل أصلا، اللي هو المقتنع بنجاحك وكاريرك وصحابك الولاد قبل صحابك البنات. لا، ده تنزلي تدوري عليه مثلا فين؟ معادي جاردن سيتي، ارض الجولف، من قدام اي كشك هتلاقي اي واد من العيال الطريه اللي واقفه دي، اللي هم بتوع بابي ومامي واخواتي بيفطروا مربى يوماتي دول. مثلا كان شاذ ورب كتاب عليه خلاص هداه، يعني اهتدى الى الصراط المستقيم، وبدل ما يبقى شاذ بقى اوبن مايندد. احنا هنا الست ست والراجل راجل، يعني ما فيش راجل يعرف يتكلم معاك غيري. امال انا احس ان انا فاجر ازاي؟ ان انا افجر واحد ازاي؟ ووصلت لك ازاي يا سهله يا رخيصه؟ انا بس يعني من الاخر كده، انت عمرك ما هتلاقي فتى احلامك اللي هو يعني بيغير بس مش قوي، عصبي بس مش قوي، حمش بس بهدوء، اللي هو عايز راجل من 8 ل 10 وبقيه اليوم اوبن مايندد، اوبن اريا، اوبن ليجز، اوبن كل حاجه. ازاي في نفس الوقت يعني عايزاه حمش واوبن مايندد في نفس الوقت؟ ازاي؟ هي دي نفس البت المتخلفه اللي دخلت تطلب تشيز برجر من غير جبنه، يعني هي التشيز دي ايه؟ قرع عسل يعني؟ زي يقول لك لا على الحاجات اللي انت عايزاه يقول لك لا عليها، اللي هي اصلا في دماغك لسه محدش عارف عنها حاجه، ويقول لك على الحاجات برضو اللي انت عايزاه يقول لك عليها، اللي هي برضو في دماغك برضو لسه ما نعرفش عنها حاجه. لا ده عند امك، ده تقعد انت وامك بقى تفصلوه سوا، وتقولي لها لا والنبي ماما وسعي لي خلقه شويه، والنبي وسعي له دماغي، يعني وسعي لي اي حاجه ينفع توسع. انما الراجل بيتاخد كده، هو كده زي ما هو كده. عايزاك اوبن مايندد ليه؟ عايزاك اوبن مايندد عشان تسيبها تلبس البنطلون المقطع الرخيصه، الرخيصه السهله بنت الرقاصه. تمام. انا بقى هصارحك النهارده بالحقيقه اللي هو كان مداريها ورا الغيره، ان هو مش عايزك تلبسي بنطلون مقطع ليه؟ ركبك المقشفه يا بنت المقشفه، يعني المنظر ده بيخليني يعني بيجيب لي تهتك بصري، خلاص انا عايز اخزق عيني عشان ما اشوفش المنظر ده وما اسمعش منك انت ضحيت بيه علشاني. لان انا ضحيت باكبر حاجه في حياتي عشان ابقى معاكي، وهي حريتي. ضحيت بحرية. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده انا كنت عايش ده انا كنت برنس، كنت يمامه يمامه طاير على طول، اقف على كل غصت شويه. وعايزك بقى تسيبك من جو القبيحه ست جيرانها والكلام ده، لانه مش هياكل معانا خالص. يعني اللي هو اللسان الطويل اللي هو اللي هيخلي لي شخصيه قويه، لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. يعني هي الدنيا تمشي بالحب والاحترام، هتاخدي فوق دماغك برضه وتقولي تاني. وبرضه في حاجه مش كل الناس تعرفها، يعني ان الستات اتخلقوا في تكوينهم الجسماني حاجه غريبه قوي زياده عن كل الكائنات الحيه، مش موجوده على وجه الارض غير عند كل الستات، وبالاخص يعني الستات المصريه. غده كده زياده في الجسم بتبقى طالعه هنا في الحته دي ما بتبانش، اسمها غده النكد. قسما بالله عمرك ما هتنجح في حياتك العاطفيه لو ما استأصلتيش الغده.